استقطبت منطقة الرمكة أقصى شرق ولاية غليزان العديد من الزوار إلى وعدة الولي الصالح سيدي محمد الشريف التي تقام كل سنة من هذا الموسم. هذا الطعم تاع سيدي محمد الشريف هذا هو هنا راه من جد جدود دايرينه هنايا ونستمعوا فيه، راهم يجوا الزيار ليه يتلاقاو فيه هنا الأحباب ونطعموا عليه الاثنين والثلاثة. اللي يقصدها بالنية وحرابة والله ما تغبنوا كاع، وحنا سينا من بكري وحنا نقضوا هذا الطعم هذا، نديروا الزيارة هذه، واللي يقصدنا كاع ما يروحش خاوي. الحمد لله كاع الناس تتلاقى هنا من بعيد ومن قريب كل من العام للعام، حيث تعدد عدد الوافدين من تجار وسياح وزائرين وفولكلوريين مع غياب فرق الخيالة والبارود. هذا الطعم هو أصله يعني يرجع لعصر تاع ولاد دفس، وهذا الولي الصالح من بكري كانت العادة نتاعو يطعموا ليه. يعني هذا الولي وانا كنت يعني رئيس بلدي هنا، وخدمت له هذا الطرقان اللي راك تشوف لهم الطرقان الاخر كانوا الخياله يجوا من شلف، يجوا من ثنيه الحد، يجوا من الصناب ما من شلف، يجوا من مستغاليم، يجوا من ولاد العباس، يعني وراك تشوف الملعب هنايا. ونتمنى خطره اخرى يجيو ان شاء الله. هذه منطقه ثوريه وهذا الانسان مجاهد، وحيا البلاد هذه، حيا الاثار هذا اللي راح من التسعينات الالفينات راح كلش كي ولا هو هنا، حيا لنا هذه المنطقه وراهم وجوها ناس والحمد لله يا ربي. ومرحبا بنعمنا كاع حنايا، ومرحبا بجزا الله واحد الجزائر ان شاء الله.